كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده يا ربي يحبي في احسن الاحوال والامور ديالكم تكون مزيانه وعشركم مبروك. الله يدخل علينا هذا الشهر الفضيل بالصحه والعافيه يا ربي يرحبي. باقي ايام قليله. المهم دينا كنوجدوا بحال اللي كتشوفوا انا اليوم عملت مقروط بغيت نشاركو معكم. الصراحه من اسهل ما يكون، يعني الواحد ينوض ما يعقش، يعني غير السميده والتمر وينوض يعدل المقروط ديالو في الدار. بحال اللي كتشوفوا جا واحد المقروط غزال البنات، ها هو عملت جوج شكالات. عملت هذا يعني عجينه وحده، هذا اللي منقوش عملته باللقط، وهذا اللي عملته بالعجينه يعني كنعمل وحده فوق وحده. المهم عاد تشوفوا الفيديو بالتفصيل كامل، ما نطولش عليكم، خليكم على الطريقه والمقادير. هادو هما المقادير البنات، ماشي شي مقادير كثيره. عندي هنايا 900 غرام ديال السميده رقيقه ديال الحرشه. تقدروا تعملوا غير 450 غرام و50 غرام ديال الطحين. انا عندي هنا 900 غرام ديال السميده، غادي نعمل 100 غرام ديال الطحين. الا عملتوا 450 غرام ديال السميده اللي بغات تعمل عين سكيلو ما تعملش العبار كبير، تعمل 450 غرام ديال السميده و50 غرام ديال الطحين. اللي ما عندها شي الميزان في الدار تقدر نص كيلو ديال السميده تزول منه كاس ديال السميده وتعوضوه بكاس ديال الطحين بلا ما تبقى توزن. صافي هادو هما المقادير البنات قلت لكم، السميده والطحين. عندي 900 غرام السميده و100 غرام ديال الطحين. عندي هنا كاس ديال الزيت، كاس ديال الزبده مذوبه، وعندي هنايا كاس ديال المزهر. عندي هاد جوج دباني هذا ديال المزهر حتى هو، هذا الصراحه كيعطي واحد النسمه مزيونه في المقروط حيت تشفه الزهر باش يجي المقروط ديالنا منسم بالزهر. وصافي وغادي نكمل بالماء. الا ما تجمعتليش العجينه ديالي غادي نكمل بالماء. وعندي هنايا التمر ديالي اللي غادي نعمر به هذا المقروط. عندي هنا التمر معجون، تقدروا تعملوا التمر اللي كتفضلوا نتوما. عندي هنا معلقه ديال الزبيده ومعلقه ديال الجنجلان، وغادي ندير واحد المعلقه ديال القرفه. الجنجلان والزبده عبرتهم بمعلقه صغيره، ولكن القرفه غادي نعبرها بمعلقه، عفوا الزبده والجنجلان بمعلقه كبيره والقرفه بالمعلقه صغيره، يعني معلقه ديال القرفه. صافي غادي ندوز نعجن التمر ديالي البنات. المهم البنات التمر كلشي كيعجنوا بحال اللي كتعجنوا التمر ديال الحلوى ديال التمر. غنخليه هو الاخر، راني ما غادي نعجنوش يدير حتى هاد العجينه ديال المقروط خاصها تخمر البنات، ماشي تخمر يعني غير تفتح شويه صافي، هي ما فيهاش شي خميره. اول حاجه غادي نخوي هاد الفاني ديالي مع هاد السميده، وغادي نغربل هاد الطحين ديالي. عندي انا قلت لكم هنا عمليه مع العجينه. صافي البنات ديك السميده ديالي خويتها في الكاس احسن باش تعطيني كيفاش نخدم. غادي ندير واحد شويه تقريصه د الملح وصافي. دابا غادي نخوي هاد الزبده ديما تكون نوعيه جيده، وغادي نخوي الزيت باش غادي نبسبس هاد السميده مزيان. المزهر غادي نخليه نعجن به. الا ما تجمعت لي شي قلت لكم غادي نكمل بالماء. يعني هاد المقروط من اسهل ما يكون صراحه، كيجي ناجح البنات ما يخلعكمش. يعني الواحد يصايب الحاجه لراسو في الدار ديالو حسن كيعرف شنو يعمل فيها. صافي غنبسبس هيدا البنات حتى ندخل هاد الزبده وهاد الزيت في هاد السميده مزيان. صافي البنات من بعد ما بسبست ديك السميده ديالي مزيان دخلت فيها ديك الزبده والزيت. دابا غنخوي ديك الكاس ديال المزهر اللي عندي وغنكمل التجميع ديال هاد السميده ديالي بالماء. غادي نقول لكم البنات حتى شحال د الماء دات معايا. ها هو الكاس الاولاني، ديك الكاس نفس اللي عبرت به. واخا تجيكم خفيفه معروف السميده كتشرب.
انا عملت الكاس الاولاني. نزيد غير واحد شويه، يعني حوالي كاس ونص د الماء عاد تديلي. البنات كاس ونص ديال الماء البنات. دابا غادي نعجنها مزيان. ندير مزيان البنات باش العجينه تعطي لينا الخدمه. هانتوما حاجه كتشوفوا البنات، ها القوام ديالها كاس ديال المزهر وكاس ونص ديال الماء. هادو هما السوائل اللي يعني بدات لي. دابا غادي نعملها تخمر. عفوا البنات كنقول لكم نعملها تخمر، غادي نعملها ترتاح عين ما يدبن نعجن داك التمر ديالي، حيتاش ما عنديش الوقت الصراحه. نتوما الا قدرتوا تخليوها حتى 3 ساعات، خليوها ساعه جوج حتى على الاقل 3 ساعات، كتكون العجينه ارتاحت مزيانه وكتعطينا الخدمه. انا غادي نخليها عين ما يدبن نعجن التمر. غادي نغطيها بالسلوفان. غادي نمشي نعجن التمر ديالها البنات، وغادي نرجع معكم باش غنشكل المقروطه ديالي. صافي البنات، من بعد ما حربيت ديك التمر ديالي عجنته وحربلته، انا عملت له حتى المزهر عفوا باش يزيد يتجمع لكم. غادي نجيب السميده، ضروري غادي نخدم بالسميده البنات. غادي نضيف واحد شويه من ديك العجينه. هانتوما بحال اللي كتشوفوا يعني ارتاحت، لكن خليتوها ما نعرف كاين اللي كيقول عقلو زعما ما ينجحش. اللي ما بغاتش تزينوا باللاقطه البنات يعني تعمل غير هيدا، تعمل هيدا وهيدا، يعني هذه طريقه سهله. ها هي انا كيعجبني باللاقط ديال الحلوى د التمر. حاجه كتشوفوا غادي نقشوا يعني بحال حلوى د التمر وصافي. هيدا كتشوفوا. غادي نستمر هيدا البنات، ونرجع نعمل معكم حرب. ولا قلت لكم اللي ما بغاتش تشبر غير نص هيدا، يعني هذه طريقه سهله حتى هي كيجي دغيا. غادي نعدل معكم حرب الاخرى البنات. ديما نستعملوا السميده. هانتوما بحال اللي كتشوفوا غادي نبقى نعمل يدي هيدا. قربكم الكاميرا، يعني نعمل يدي هيدا باش نعمل ديك الحفره فين غادي تخشى التمر. نجيب التمر ديالي البنات، صافي نمت التمر ديالي البنات كما كتشوفوا. غادي نبسط بيدي هيدا وغادي نرجع نجمع. صافي البنات، ملي كنعملو التمر وكنشوف كنرجع نلوي هيدا باش كتغلق لي ديك، كتجي شي باينه.
هانتوما البنات بدي كتشوفوا هيدا صافي البنات. دابا كنحاول نعوض الحربول ديالي، كنضرب بيدي شويه هيدا باش يجي مقاد. غادي ندوز نقطع اش قلت لكم خليتو العجينه ترتاح. وكاينه حتى طريقه اخرى البنات الا مبغيتوش تعملوه بهذه الطريقه غتشبروها، تعملوا واحد الكواره ديال بحال تعملوا الحشه وغادي تطلقوها. يعني عندكم الاختيار، بجوج بهم ناجحين وبجوج بهم ساهلين. حتى الطريقه هذه سهله اكثر. حاولوا تطلقوها مربعه، هادي كيجي رقيق ما كيجيش شي غليظ بحال هذا. نتوما بحال اللي كتشوفوا طلقتها هيدا. دابا غادي نجيب التمر وغادي نعملوا عليها. التمر ديالي هو البنات طلقتو على السلوفان باش يتطلق لكم، يعني في شي سلوفان وطلقوه باش تطلق لكم مزيان. غادي نجيبو غادي نعدلو على هاد نحاول نعوضو. دابا غادي نجيب العجينه ديالي اخرى ديال السميده البنات، ها هي بحال اللي كتشوفوا حتى هي عندي على السلوفان. غادي نعملها هنايا فوق منها. ماشي مشكل، هاد الجهه اللي بقات لي فيها هاد التسقيبه هادي غادي نزيد السميده فوق منها. صافي هايدا البنات غادي نعوض هايدا. غادي نجيب الموس غادي نزول هاد الحواشي هادو هيدا. نزول هادو هيدا. غادي نزول هادو هيدا. غادي نزول هادو هيدا. نعاود البنات هيدا نحاول نغلطو شويه. دابا غادي ندوز نقطع. هيدا بحال اللي كتشوف. صافي البنات دابا الطريقه ديال التزيين هاد الطريقه هادي غنشبر واحد اللوزه. اللوز يكون داك الصغيره البنات ماشي داك اللي كبير. هيدا كنزلو بحال هيدا وكندوز نرشم باللاقط ديالي ولا بالماس كما بغيتو. هانتوما بحال اللي كتشوفوا نشبر غير على اللصقه هيدا. كتلصق اللوزه البنات بلا ما تعملوا لا شي حاجه. هانتوما درت معكم وحده اخرى. ملي بغيتي تحط هاد اللوزه بلا ما تحطها يعني تشبر غير هيدا، تعملو بالموس هيدا وتعمل هيدا. نزينو هيدا صافي. اللي بغات عاود تنعيب ونرشم يعني هيدا صافي. صافي ها هو البنات. انا غادي نستمر هيدا وغادي ندوز نقليها البنات وغادي نشارك معكم الشكل النهائي ديالو.
البنات هاد المقروطه ديالي. المهم المقروط عندكم اختيار، اللي بغات تعملوه في الفران تعملوه في الفران، اللي بغات تقليه. انا غادي نقليه حتى في الفران كيجي مزيون. انا غير عندي فران ديال الضو الصراحه، ومع كنستهلكوا الضو بزاف. المهم غنقرر يعني نقليه صافي دغيا. انا قلت لكم اللي بغات تعملوه في الفران تعملوه في الفران. صافي البنات الزيت ديالي من بعد ما سخن، خصو الزيت يكون ساخن مزيان. غادي نبقى نقلي المقروطه ديالي. شوفوا البنات ما كيتفتت ما والو، هو كيتقلى. صافي البنات انا عاد لي هيدا مربع وميتو الصينيه غادي نخشي في الفران باش نربح له، وياخذ لي عدت معكم بالحربل. هذاك غادي نقليه في الزيت. وانتم البنات هذاك اللي طف في الفران ها هو كيفاش كيجي، ها هو محمر باقي سخون. دابا غادي ندوزو هو سخون هيدا البنات، وانا غادي نخوي عليه العسل. هذاك اللي قليت انا كنقليه وكنطفيه في العسل، يعني الزيت سخونه كتكونوا العسل بارده، يعني غير كنقلي كنزلو في العسل. وهذا غادي نخليه في الصينيه وغادي نخوي عليه العسل البنات. وملي غادي يشرب لي العسل ديالي مزيان غادي نرجع نشارك معكم الشكل النهائي ديالو. وهذا هو المقروط ديال البنات من بعد ما طاب وعسلته. هذا اللي عملت في الفران، هذا اللي هيدا عملته في الفران، وهذا اللي هيدا قليته في الزيت البنات. المهم عندكم اختيار، بغيتو تقليوه بغيتو في الفران حسن يعني كتوفروا حتى التخاطن. غير زعما اللي بغى يعملو في الفران اللي بغى يقليه يقليه القليده. غير شنو الفران كيتعطى شويه. نتوما بحال اللي كتشوفوا هذا هو المقروط ديالي جا غزال البنات. هادوك اللي كنت شرطتو معي بالموس شوفوا كيفاش كيجيو، وهادو اللي نقشتهم يعني شرطوهم بالموس حسن كتبقى زواقه باينه، ماشي بحال لقط ملي كيتقلاو ما كيبقاوش. نتوما كيفاش كتشوفوا كيفاش جا البنات معسل وهشيش، ها هو رطب. هانتوما بحال اللي كتشوفوا. والله الا ولادي بداو فيه عجبو. هذاك هو اللي قليت في الزيت، وهذا اللي عملت في الفران البنات، وهذا اللي في الفران البنات. ها هو تا هو جا هشيش وغزال، هو معلك. ها هو جا واحد المقروط غزال البنات. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، الا جربتوه يعجبكم في الوصفه بحال اللي كنقول لكم دائما. ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير وبارطاج. الله يجازيكم بخير باش تكبر القناه. كنشكركم بزاف. كنشكر الناس اللي معايا دائما الصراحه وما كيبخلوش عليا بالمشاهده والبارطاج والكومونتير. كنشكر الناس قدامين والناس جدادين. كنشكركم بزاف. الى فيديو قادم ان شاء الله البنات، وعاشركم مبروك. السلام عليكم.